الأهلي واستاد أبيجان، مباراة فاز فيها الأهلي بنتيجة 3-1. ماتش كان يخلص من الشوط الأول 3-0 مثلا للنادي الأهلي، وتيجي الشوط التاني تجيب 3 أجوان تطلع 6-0 بالمرتاح. بس احنا ازاي نخلي الأمور سهلة علينا؟ ازاي نباصي على طول وندي الكورة للي فرصته أحسن؟ ازاي استلم الكورة واحطها صح عشان تيجي جون؟ ازاي اشوط الكرة وانا مركز في الزاوية اللي ما فيهاش الحارس؟ ازاي اشوط الكرة قوية؟ ازاي اظبط رجلي كده واتك على الصبر والعقل قبل ما اشوط الكرة عشان اشوفها رايحة فين؟ عمرو السولية شايط كرة بره مش بره ال3 خشبات، هي بره الاستاد. امام عاشور شايط كوره برضو بره الاستاد. وسام ابو علي النهارده مش عارف كان ماله، كان دايما بيحط الكوره في ايد الحارس. يعني هو بيشوف الحارس واقف فين، انت واقف هنا، انا هحط لك الكوره هنا. شوط اول سيء جدا جدا جدا. الناس كلها بتقول ان الاهلي تحول تماما في الشوط الثاني، وان الاهلي كان دون المستوى في الشوط الاول. لا، هو الاهلي كان مستواه كويس جدا جدا في اول تلت ساعة في الماتش، وكان راكب الماتش، وكانت اللعيبة بتاعت استاد ابيجان خايفة جدا جدا من النادي الاهلي. لكن عدم استغلال الفرص، اللي بيضيع بيستقبل. احنا ما استغلناش الفرص اللي اتيحت لينا. احنا الفرص اللي كنا ممكن نجيب منها اهداف محققة، يعني انت عندك 4 فرص في الشوط الاول، ال4 كور دول اجوان. نقول كنت تجيب منهم واحدة ولا اتنين وتكمل بقى الماتش بتاعك. لكن مسلسل إهدار وتضييع الفرص ده اللي خلى استاد أبيجان تدخل في المباراة وتقول طب ما الأهلي عادي أهو، حلو ولذيذ وممكن يتلعب عليه كورة. وطبعا الرطوبة والحرارة، واحنا اللعيبة عندنا مستعودة هنا في مصر او في النادي الاهلي ان هم بيلعبوا في التكييف تقريبا، يعني هم ما بيلعبوش غير في ايه، في استادات مكيفة زي بتاعت قطر اللي كانت معمولة لكأس العالم. فكان بالنسبة لهم ان هو يلعب في جو سخن، او الشمس طالعه، او العصريه كده الساعه 3، والاجواء تبقى حاره والدنيا تبقى مضغوطه، لا ازاي، لا ما ينفعش. فطبعا العامل البدني اثر على اللعيبه بتاعه الاهلي، خلى التركيز بقى معدوم. فبالتالي قدر فريق ابيجان ان هو يستحوذ على الكوره، وان هو يبدا يعمل عليك هجمه والتانيه. فده اللي خلى ان استاد ابيجان يبان ان هو احسن الشوط الاول، لكن هو لا، ما كانش احسن الشوط الاول. انت لما كنت بتلعب بضغط متقدم، وبتقطع الكوره وواقف على كل كوره وبتجري على كل كوره، كنت بتعمل فرص وفرص خطيره. عدم استغلالك للفرص دي هو اللي ادى الفرصه لاستاد ابيجان ان هو يروح عليك ويخطف جول. طبعا بانعدام تركيز رهيب ما بين ياسر ابراهيم واحمد نبيل كوكا، اللي يعني هما الاتنين تقريبا كانوا بره اللعبه. والكوره لاول مره اقول ان هي كوره صعبه، وصعب على الشناوي ان هو يجيبها، بس يعني بلوم عليه ان الخطوه اللي كان متقدمها لقدام دي ما كانش ليها لازمه. يعني هو لو كان خد الخطوه دي بالجنب وبعد كده نط، كان هيقدر ممكن ان هو يجيب الكوره او يطلعها بره، يعني كانت هتبقى المحاوله حتى شكلها حلو. بس الحمد لله طبعا على الفوز، وفي انتظار التدعيمات اللي مفيش أي أخبار عنها خالص. كل الكلام يا جماعة اللي بيتقال عن الصفقات الحالية أو الصفقات اللي جاية للنادي الأهلي في يناير، كله كلام عار تمام عن الصحة. مفيش أي حاجة مثبتة، مفيش أي لعيب معروف مين فعلا هيجي النادي الأهلي. في تكتم كبير من مجلس الإدارة على الموضوع. نتمنى إن التكتم ده ما يبقاش زي التكتم بتاع موسم الانتقالات الصيفية اللي فات، وفي الاخر نلاقيهم جايبين لنا علي علوكة واشرف كخة يعملوا لنا مستشفى الاهلي تاني. انا يحيى عطية الله اللي لسه جايبينه مصاب، اشرف دايري اللي لسه جايبينه مصاب، رضا سليم اللي جايبينه الموسم اللي قبله مصاب. انت ما عندكش ولا لعيب اجنبي في القايمة بتاعتك متأيد سليم. كلهم، كل اللعيبة مصاب. انت بتجيب صفقات عشان تفتح بيهم مستشفى وتعالجهم تقريبا على حسابك بقى، يعني مش عارف. فنتمنى ان احنا نشوف صفقات كويسة مناسبة لقيمة الأحداث اللي الأهلي هيلعب فيها، سواء كان كأس عالم للأندية أو كان دوري أبطال أفريقيا أو الدوري المصري. كل البطولات اللي النادي الأهلي هيشارك فيها نتمنى إن احنا نشوف صفقات على قد الحدث. دي أول حاجة. وإن احنا نجيب صفقات بعلم المدرب، والمدرب يكون راضي عنها عشان يلعبها.
يعني عمر الساعي من يوم ما لبس تيشيرت الاهلي لغايه دلوقتي ما لعبش ربع ساعه على بعض. واتحدى حد ان يقول لي ان عمر الساعي لعب اكتر من ربع ساعه تلت ساعه من يوم ما جه. في نص موسم عدى، يعني في نص موسم كامل عدى لعيب عندك ومتأيد ما لعبش. وفي برضو اسامي عايزين نعرف هي بتعمل ايه في الاهلي. يعني كريم نيدفيد موجود في الاهلي ليه؟ خالد عبد الفتاح موجود في الاهلي ليه؟ كهربا موجود في الاهلي ليه؟ طبعا بيرسي تاو الحمد لله اتنقل لنادي قطر القطري، ويعني ايه ربنا يسهل له كده هو واصاباته، ويعني ويرزقنا بقى بشوية لعيبة تكون لعيبة كويسة، لعيبة تنفع، لعيبة مناسبة للنادي الأهلي، لعيبة عندها الروح والجرينتا بتاعة النادي الأهلي. حسين الشحات مستمر في اكمال مسلسل الحنكشه، ان هو انا حنكاش، وانا ما بعرفش العب كوره غير وانا بحنكش. فنتمنى من الاستاذ حسين ان هو يعني مش عارف يعني يتمرن على التصويب، ولا يتمرن على انه يلم، ولا يتمرن على انه يباصي، ولا يتمرن على دقة الباص، ولا يتمرن على الرفع، ولا يتمرن على ايه. انا مش عارف، انا بجد مش عارف يعني. غلبت في حسين الشحات وغلبت في قفشه. يعني في لعيبه احنا خلاص عايزينهم يمشوا، في لعيبه بقى موجوده عندنا، اللعيبه دي بس احنا عايزين نفهم موقفهم ايه ووضعهم ايه من الاعراب، وايه اهميه وجودهم ودورهم في منظومه النادي الاهلي، المنظومه اللي المفروض هتلعب كاس عالم للانديه بعد اقل من 6 شهور. يعني انت 6 شهور بالظبط وهتبقى في امريكا بتلعب كاس عالم وبتسهرنا للساعه 4 الفجر. يعني هتخلينا نصحى من 4 الفجر او نطبق لتاني يوم عشان نتفرج على الماتشات. هنتفرج بقى على ماتشات عشان يتحرق دمنا فيها، ولا هنتفرج على ماتشات بيتلعب فيها كوره فعلا بجد، وفي لعيبه فاهمه قيمه النادي اللي هم بيلعبوا بيه وقيمه التيشيرت اللي هم بيلعبوا له؟ ولا هتبقى كلها ماشيه كده بالحظ وبالحب، وماتش كويس وماتش وحش وماتش اللعيبة مش مركزة وماتش الضغط الجماهيري؟ محتاجين ان احنا نفهم ده ونستوعبه، ونكون عندنا تريث كده ودقة في اختيار الصفقات، وطبيعة الشخصيات بتاعت اللعيبة ان هي مناسبة لشخصية النادي الاهلي، ومناسبة للضغوط والمناسبات اللي الاهلي بيلعب فيها، ومناسبة لضغوط جماهير النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي مش زي اي جمهور يمكن في العالم. خلينا عشان خاطر الناس ما تقولش ان احنا بنصعب المواضيع وبنكبرها، مش زي اي جمهور في الشرق الاوسط وفي افريقيا وفي اسيا. جمهور الاهلي مختلف. جمهور الاهلي ما بيعتمدش هزيمة وما بيعتمدش تعادل. جمهور الاهلي عايز فريق بيكسب كل البطولات وبيكسب كل الماتشات وبينافس اي حد وبيلعب كورة قدام اي حد، حتى لو كان الحد ده ريال مدريد، برشلونة، نادي روما الايطالي، نادي بطيخ، اي فرقه الاهلي بيلعب قدامها لازم الاهلي يبقى بيلعب كوره، مستحوذ على الكوره وبيجيب اجوان وبيلعب لعب حلو وبيكسب. انا كنت معاكم، انا اكرم مفتاح. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او فولو للمنصه اللي انتوا بتشوفوني عليها. اشوفكم على خير، السلام عليكم.